باشمهندس اشرف، قول لنا ايه رأي حضرتك في الشغل؟ اللهم صل على النبي. اخونا خالد يعني نعتبره زي اخونا يعني ان شاء الله. اول شيء لمس فيه انه دقيق في مواعيده، يعني يقول اسبوع يبقى اسبوع، 5 ايام يبقى 5 ايام، وحريص ان هو ينفذ الميعاد. تاني شيء، الحاجه الثانيه اللي برضه بيصعب القطاع الصناعيه ان هو الراجل مش بيشتغل كمقاول، ده راجل بيشتغل بايديه، يعني حتى بعد ما بيخلص الشغل بيلف عليه بنفسه، يبص كده في حته ناقصه في حته كده، فما شاء الله عليه يعني. ولمست في الضمير، عنده ضمير. وعجبتني قوي الحته دي يا شيخ خالد، ان انت اللحام عامل اللحام ما شاء الله بين الرخام كانها ماشيه مع التجزيع، ما يبانش يعني ان هو يقطع الرخامه كده متجزعه مموجه عشان ما يديها منظر ديكوري ما شاء الله عليه. وهو اللي اصر الحوض يبقى من تحت، لان هو كده احسن وامتن وشكله حتى احسن. كنا الاول بيفرغوا له في الرخام، لا ده بيحطه من تحت وبيلزقه، وما شاء الله جميل يعني الشكل النهائي بتاعه وكده. في مجمل الحوار لا شغله ما شاء الله 10 على 10. وانا بصراحه عجبني، مع ان انا من النوعيه اللي دقيق جدا في استلام الاشياء، فكل حاجه فيه ما شاء الله ممتازه يعني ما شاء الله. شكرا يا باشمهندس والف مبروك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم مرة تانية في أسرار عالم الرخام والجرانيت والكوارتز. الكوارتز اللي قدامنا ده كلاكاتا جولد كوارتز، مواصفاته اسباني ولكن هو مصنع في الصين، ومحدش بيقول كلمة مصنع في الصين غيري، لان يا اما الناس بتكون مش عارفة يا اما بيخافوا يقولوا كده علشان الناس متعودة ان الحاجة الصيني وحشة. ولكن الخامة دي احنا اللي بيننا وبين اي خامة السكينة ما تخربشهاش، والليمون والخل ما يشيلش اللمعة بتاعتها وما تتبقعش من اي حاجة. حتى الكركم اللي هو اصعب حاجة وفيه صبغة قوية جدا ما بيبقعش الخامة دي. فخلاص طالما كده الخامة دي من انظف الخامات اللي موجودة في مصر. بفكركم تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، لان التفاعل في القناة ضعيف جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.